كابتن هاني، في الأول كنا عايزين نتكلم عن رياضة الفروسية. عرفنا حضرتك بالرياضة الفروسية أكتر وتاريخها وتاريخ نادي الجزيرة هنا. مساء الخير، اولا منورين. انا اسمي هاني مجدي، فارس منتخب الشرطه سابقا وعضو الاتحاد المصري للفروسيه حاليا. طبعا انت حضرتك بتصور في اعرق نادي في الشرق الاوسط، نادي فروسيه الجزيره. ده انشئ سنه 1938 بقرار من الملك، ويعتبر النادي الوحيد في الشرق الاوسط المختص بالفروسيه بس. يعني جميع الانديه هتلاقي فيها سباحه، هتلاقي كوره. ده النادي الوحيد اللي نشاطه خالص فروسيه. النادي ده حاجة زي ما انت شايف بيتمتع بأراضي كبيرة جدا، بيتمتع بأكبر فريق فروسية في مصر. عنده فرسان ذوي الهمم، كمان عندنا فريق ذوي الهمم، عندنا فرسان من أول الناشئين لغاية الدرجة الأولى. وزي ما حضرتك شايف عايزين نتفرج على الاسطبلات ونشوف الإجراءات اللي بتتم عندنا ايه. عايزين أول نتكلم برضو على أنواع الأحصنة. إيه الفرق بين الحصان العادي والحصان اللي بيخش سباقات يعني بيقفز في اللي هي الفواصل دي؟ هو الفرق بين الرياضات، الخيول في عندنا رياضه القفز الموانع اللي حضرتك شايفها كنا بنعملها دلوقتي، ودي بنفضل فيها الخيول اللي هي العاليه شويه حجما، الخيول الاجنبيه شويه الى حد ما. الخيول اللي هي الثانيه مثلا زي الدراساج الترويض، برضو دي محتاجين فيها حصان عربي. خيول السبق، الخيل العربي طبعا المميزه عندنا، الخيول اللي هي حجمها صغير شويه. فده ردا على سؤال حضرتك بالنسبه للفروسيه. وفي طبعا الخيول اللي زي بتاعت الانديورس، القوه والتحمل، القدره والتحمل. واحنا ان شاء الله عندنا سبق كبير قوي يوم السبت اللي جاي في القدره والتحمل. ان شاء الله الخيول دي بتبقى خيول عربي اصيله، بنحافظ على سلالتها، بنحافظ على نتاجها. فبالتالي بنعمل السباقات اللي حضرتك بتشوفها دي علشان تطوير الرياضه دي. هل في اي احتياطات بتاخدوها للحصان؟ يعني مثلا ايه التغذيه كويسه للحصان؟ ازاي لما الحصان بيتعرض لاصابه؟ عايز حضرتك تكلمنا عن ده اكتر. طبعا الحصان اهم حاجه في الفارس بتاعه والسايس بتاعه، دول اكتر اتنين. طبعا لازم اكون انا شايف حصاني عامل ازاي، اكله، طبيعه اكله ايه، البوكس اللي بينام فيه شكله ايه، العنايه الحصان لما يجي مركوب السرج بتاعه اخباره ايه. كل الكلام ده عنايه بالحصان عشان ما يحصلوش امراض، ما يحصلوش. الحصان حساس جدا، الحصان عندنا حساس قوي 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 من جميع النواحي. يعني ممكن الحيوان الوحيد اللي هو بيحصل له مشاكل كتير في رجليه، في اوتاره، في معدته، هو حساس. فعايز عنايه خاصه من الفارس والسايس. ايه في التكنيك اللي حضرتك بتتابعه مع المتدربين اللي مع حضرتك او الفرسان مع حضرتك من اول ما بيبتدوا مثلا لحد خالص جاي بتتدرب في الفروسيه لحد ما بيبقى بطل بيخش بطولات؟ ده سؤال مهم جدا. احنا في نادي الفروسيه هنا عندنا مستويات، من اول اللونج اللي هو البيجينرز خالص. اللونج ده بيبقى يعني حبل كده والحصان مركوب فيه، ده طبعا ضمان للفارس سيفتي. وبعدين مراحل بقى تانية بعد اللونج بيخش حاجه يعني ضيقه شويه اسمها المنيش، ثم يخش على الاراضي الكبيره. كل ده نوع من السيف للفارس علشان ما يحصلوش مشكله. واحد لسه بيبتدي جديد لازم ابتدي اعلمه سنه سنه، احطه في اللونج، احطه في بسيط عشان ما يحصلوش اي مشكله. ده بيبدا من هذا الكلام، يبتدي بقى يتدرج في التمرين واحده بواحده مع المدرب بتاعه. اوكي. ايه اللي حضرتك شايفه ينقص رياضه زي رياضه الفروسيه انها تاخد اهتمام اعلامي زي رياضه الكوره، كره اليد؟ حضرتك عارف ان في رياضات كتير قوي فرديه بتحقق انجازات قويه جدا في مصر وبتعمل بطولات جدا بره مصر عاليه جدا، من ضمنها رياضه الفروسيه. ايه اللي ينقص الفروسيه من وجهه نظر حضرتك اللي ممكن يخليها في وسط الرياضات المشهوره دي؟ وده برضو حاجه مهمه، بس هرد عليك. اللي حضرتك بتقوله كان مفيش تسليط الضوء على رياضه الفروسيه. حقيقه مش كلام، يمكن في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره دي اهتمام بالرياضه واهتمام برياضه الفروسيه، ومعالي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه فعلا مش كلام، هم فعلا بداوا يهتموا برياضه الفروسيه. بالتالي حضرتك بدات تشوفها في التلفزيون، بدات تعرف عنها، بدات انت نفسك تسال عنها دلوقتي. ده الاعلام. انما انا بطالب اكتر واكتر الاعلام ان هو يركز على الرياضه دي، لان زي ما انت قلت هي رياضه فرديه محتاجه تركيز من الاعلام كويس قوي. بس الفتره دي احنا في وقت كويس قوي حقيقي.